السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ اخباركم ايه؟ الحقيقة انا يعني اخر لايف انا عامله من اسبوع كده او من اسبوع تقريبا يعني بعد الفضيحة بتاعت بيراميدز. والحقيقة كذا كذا حد كان عامل لايف معايا يعني واللايفات دي يا جماعة بتروح النادي. ف بتروح نادي بجد. يعني انا ما بعملش اللايف كده عشان اتمزج يعني. لا، انا بعمل لايف عشان اللايف ده بيوصل لناس معينه موجوده جوه النادي، مني ومن غيري، مني ومن غيري. فعايزين نعمل لايكات لان اللايكات قليله قوي جدا جدا يعني جدا يعني، والمشاهدات برضو يعني تشهير اللايف ودعمه بلايكات بيخليه يثبت شويه ويخليه ينتشر اكتر فنتسمع اكتر يعني. احنا مش بتوع اخبار، مش بتوع نجري ورا خبر هنا وهنا، لان كل الفتره اللي فاتت دي كلها 500 الف لعيب الزمالك بيفوتهم. وشويه عيال طالعه على اليوتيوب عماله تقول تكتب عناوين بس كده تشدك وخلاص عشان تعمل فيوهات، واللي يقول لك خلصت خلاص ومبروك وبوم، والزمالك ادى قلم للاهلي، واللعيب ده جاي الزمالك، وبن شرقي خلاص بيوقع، ومش عارف رمضان صبحي، ويعني واكرم توفيق، ولغايه ما فضيحه بيراميدز جت. والمجلس برضو نايم، والمجلس برضو نايم. اللي عايز حضراتكم تعرفوه ان احمد حسام ميدو وجمال العدل تدخلوا غصبا عن عين المجلس، مش بمزاجهم، مش بمزاج المجلس. يعني المجلس ما استدعاهمش، بس حسين لبيب استغل الناس دي لما جت قدمت خدماتها بالعافيه، احنا جايين عشان ننقذ نادي الزمالك، واحنا اللي هنجيب الصفقات، ومش هنتعامل مع وكلاء الا الوكلاء اللي احنا نعرفها بس لو احتاجناهم. وهيبقى معانا دعم مالي، ميزانيته هتبقى مع الاستاذ عمرو الجنايني مش معاكم انتوا خالص، وهنصرف منها، انتوا عليكم توافقوا بس، يعني نقول لكم خدوا ده تقولوا حاضر، خدوا ده تقولوا حاضر. طيب، الميزانيه دي بتاعت اللي كانت مع عمرو الجنايني ده جزء، انتوا معاكم كام بقى؟ هو ده اللي كان بيتقال بقى، أو هو ده اللي تم فعلا. المجلس احنا معانا قرشين خلاص، واحنا هنحط 7 8 يبقى 10 قروش صرفوهم من معانا. آه يشكروا جدا كابتن احمد حسام على راسهم طبعا، يشكر جدا لانه احنا حاسين حتى وهو شغال ان هو زملكاوي، زملكاوي بجد. هو وكابتن حازم امام وكابتن والاستاذ جمال العدل والاستاذ عمرو الجنايني وكابتن هيثم فاروق. بس يعني هيثم فاروق مش عايز برضو، لسه قلبه مش قاعد قوي يعني عشان يخش قوي، وكان قال كده اللعيب ده انا ما رشحتهوش ومش عارف ايه يعني. ونادر السيد طبعا وكيل لاعبين، نادر السيد وكيل لعيبه. ف يشكروا، يشكروا رغم ان نادر السيد دوت انا ما بحبوش لانه راح للاهلي قبل كده ومضى بمزاجه. لكن الناس دي جت كلها، اللي اشتغل فيهم بجد هو احمد حسام وحازم امام وعمرو الجنايني. استاذ جمال عبد طبعا كان بيمول طبعا. آه، المره دي ما حدش عرف ان وكلاء يسرق الزمالك. المره دي يعني التجمع بقى اللي حصل ده، واللجنه اللي جت عرضت نفسها دي بالعافيه وهددت ان الجمهور هيمشيكوا. حسين لبيب استغل اللقطه دي علشان ينسي الناس، ده كان تاني يوم على طول ينسي الناس يتلهوا عن فضيحه بيراميدز، وقال لك اهي ايه، اهي عصا موسى نشغل بيها الجمهور شويه لحد ما يخف عننا شويه ويصبر على الصفقات اللي هتيجي من اللجنه دي. فكره كويسه جدا، بس ده بنك، لان انت عندك 3 ملفات، ده بنج انت حاططه على الجرح. لما المفعول البنج يروح القلم هيرجع يدق تاني والخراج هيفتح تاني. بس انت بتكسب وقت وقعدك في النادي، وقت وقعدك في النادي. طب ايه الصفقات اللي جت ايه؟
ما هو انت عندك 3 ملفات تانيين غير اللعيبه دي. عندك تجديد اللعيبه اللي عايز يجدد لها، وعلى راسهم زيزو لو امكن هنتكلم عليه دلوقتي. وعندك مشروع النادي، مشروع النادي الجديد اللي انتوا تعهدتوا تعملوه في خلال سنه وشهرين. مشروع النادي الجديد وتجديد اللعيبه والصفقات، ماشي. وفي حاجه رابعه، 3 ملفات هم 3 ملفات: تجديد اللعيبه، وسداد المستحقات للعيبه كلها، والصفقات، والنادي. طب انت هتعمل ايه في ال3 دول؟ ماشي. انت ريحت الجمهور باللجنه اللي جت عشان تختار، وجابت 4 لعيبه. وخلي بالكوا جايب 4 لعيبه ايه ده بالحرب. ده بالحرب، لان الوكلاء كلهم لما بعدوا عن الزمالك، هم لما طردوا الوكلاء من الزمالك، وخصوصا يحيى علي واحمد يحيى، ماشي، وواحد اسمه سمير، مش عارف مش فاكر اسمه سمير ايه. طردوهم بره النادي، قالوا له مش هنشتغل معاكم خلاص، احنا اللي هنجيب اللعيبه. وميدو ليه فريق سكاوتنج بره مصر، بيجيب له لعيبه وكلام من دوت، لان غالبا هو عنده اكاديميه. فميدو اعتمد على علاقاته الخارجيه بره في دول اوروبا، وبلعيبه اوروبيين وبلعيبه من العرب. ميدو ده بيتمتع بشعبيه وشخصيه مرموقه جدا بره مصر. هو اللي ترأس المجموعه دي، وابتدى يختاروا ويشوفوا اللعيبه اللي ناقصاها الزمالك ايه. للاسف بقيه الوكلاء بقت تحارب. يعني انت عندك مثلا واحد زي المهاجم اللي كان هيجي الزمالك، اللي هو مش مهاجم، هو عادل بولبينا. كان الزمالك عرض 1.5 مليون دولار. هم قالوا خلاص احنا عايزين 2 مليون دولار. الزمالك قال لهم اوكي 2 مليون دولار. رجعوا قالوا له لا احنا عايزين 2.5 مليون دولار. ليه بقى؟ لان بقيه الوكلاء خلاص زنوا في دماغ وكيل الولا، ماشي، والنادي اصبروا شويه واتقالوا وزودوا على الزمالك، لان الزمالك محتاجه باي طريقه. الزمالك محتاج اللعيب ده باي طريقه، وجمهور الزمالك مموت نفسه مستني عادل بولبينا. فانتوا تتنكوا شويه وخلوهم 3 مليون دولار. احمد حسام قال لك لا خلاص مش عايزينه، متشكرين جدا منكم، الف شكر. دي حرب من الحروب اللي كانت بتتحارب. ده غير ان مرتضى وعياله، ماشي، بعلاقاتهم بالوكلاء وبالسماسره بتوع اللعيبه، مقفلين على الموضوع ده. مش عايزين الزمالك يعمل فرقه، علشان مرتضى منصور يقول لك بعدي ما فيش حد جه كويس. طب انت يا حسين لبيب ما اتعلمتش من اللي فات؟ لغايه ال3 اللي خدتهم على قفاك من بيراميدز ما اتعلمتش؟ وفتحت بقى ايدك انت والمجلس وقلت لهم اللي انتوا عايزينه هنجيبوه، اللي انتوا عايزينه انتوا لو حاطين على 7 قروش وانا 3، لا انا هحط ادوكوا 7. ما اتعلمتوش، بس مش عايزين تصرفوا حاجه. احنا كده، احنا جينا على كده، مفيش مليم زياده. يا جاري اطبخي يا سيدي كلف. طب هي الجاريه هتطرد وتضرب بالجزمه بره البيت، لان القنبله الموقوته الجايه هي جروس. مشيه من دلوقتي، لان جروس هيتسبب لك في فضيحه قدام الاهلي. انا بقول لك اهو، افتكروا اللايف ده يا جماعه. احنا عندنا ال3 الجايه عندنا فاركو، وبعديه اعتقد فاركو، وبعدين بتروجيت، وبعدين الاهلي. ده يا دوبك تعاقد مع ميكالي اللي انتوا عمالين تقولوا هنجيبه، او تجيب مدرب مصري زي طارق مصطفى يعدي بيك الماتشين دول، لو ميكالي مش هيجي قبل ماتش الاهلي. لكن هتخلي الاخ ده قاعد معاك، هيلبسك بفضيحه وهيمشي، بس يبقى انت خسرت فلوس، لان هتديله الشرط الجزائي بتاعه، ماشي، وفضيحه خدت على قفاك تاني، هيبقى سكور لان اللعيبه اللي جبتها جديده دي لسه مش هتلحق تتاقلم قوي الا بعد ماتشين. اي نعم اللعيبه اللي جبتها كويسه، بس مش هي السوبر الواو بتاعت نادي الزمالك. لكن نادي الزمالك كان السنه اللي فاتت كان بنص، يعني ما كانش فيه اللعيبه ديت، وقبل الاصابات اللي دخلت عليه كان كويس، واخد بطوله الكونفدراليه وينافس الاهلي على بطل السوبر المصري وبلانتيات. يعني انت السنه دي كانت فرصتك كمجلس اداره ان انت تعمل صفقه سوبر، انما انتوا ما عملتوش حاجه للاسف.
وكلام ايمن ممدوح عباس على زيزو صح. كله بيعرض يقول لك ازاي مش ازاي، هو زيزو زي اي لاعب، يعني ايه مش زي بيجري زي غيره، يعني ايه بيلعب زي غيره. لا هو طبعا الراجل عشان مش رياضي مش فاهم، لكن هو بيتكلم عموما ان مفيش لاعب في مصر، مش عايز اقولها يعني، مفيش لاعب في مصر يستاهل الكلام ده كله. اوضه اللبس هتبوظ، اوضه اللبس هتبوظ. وانا قلت من زمان مع السلامه يا زيزو، بالف الف الف سلامه حبيبي. اللي عملك الزمالك عملك ويعمل غيرك. فكلام ايمن ممدوح عباس على زيزو مش غلط. مجلس الاداره ده خلي بالك كويس قوي، انا بقول لك اهو، جروس يمشي، طارق مصطفى يجي لحد ما يعدي ماتشين بتوع او 3 ماتشات جايين دول بيبقى فيهم ماتش الاهلي، وبعد كده هاتوا بقى مدرب اجنبي زي ميكالي، ونشتغل من دلوقتي. وخلوا احمد حسام ميدو ومعاه اللجنه ديت تبقى لجنه الكوره بتاعت نادي الزمالك، ومدير التعاقدات اللي عينتوه مش عارف اسمه هباب مين ماشي، خلوا فيه مدير تعاقدات محترم، وليكن عمرو الجنايني. عمرو الجنايني زملكاوي، زملكاوي بجد. خلوا اللجنه دي بتاعت احمد حسام ميدو يبقى معاه حازم امام ماشي، ومعاه هيثم فاروق، ويبقى رئيسها للاسف حسين لبيب، علشان يبقى هو ليه حق مخول من مجلس الاداره الموافقه على طول، وتسمعوا كلامهم. دول بتوع كوره ولاعيبه كبيره ونجوم، منهم واحد عالمي ولا 2 عالميين، فخلاص بقى امشوا وراهم ان شاء الله في الميركاتو اللي بعديه ماشي. الميركاتو اللي بعديه اللي هو الميركاتو الصيفي يقدروا يجيبوا ناس تانية. وخلي بالكم اللجنه دي فضحتكم، لان يعني بينت للناس كلها ان انتوا كنتوا شغالين معاكم شويه حراميه. لما لعيب يجي ب 500,000 دولار يدفع 200 والباقي مش عارف على الصيف، والتاني مش عارف يجي ب 200,000 دولار ولسه في 300 مش عارف على فين. القصه كلها ما كلفتش نادي الزمالك 4 5 مليون. عرفتوا بقى، عرفتوا ان كان في سرقه وكان في ايد وسخه وكان في مجلس منبطح ماشي، وما زال منبطح وهيمشي. بس لو سمحتم يعني ادوا لنفسكم شويه اكسجين تعيشوا بيه شويه. ولو جروس ما مشيش، انتوا كده يعني نفس ونفسين وهتمشوا ورا النادي. انتوا خفتوا من الجمهور، انت خفت من الجمهور يا حسين يا لبيب، قلت لك الجمهور هيمشيك. بس موضوع حسام ميدو ده جه عمل كان برد وسلام على الجمهور شويه، واداك فرصه وانت استغليت الكلام ده. احمد حسام اضافه لخط الظهر ماشي، على الاقل انت عندك حتى خلاص الونش ده مش هيرجع زي الاول تاني تمام. هو مع حسام عبد المجيد هيبقوا 2 كويسين جدا جدا. وعندك الواد اللي اسمه صلاح اللي جاي من الجزائر، المدافع اللي مش فاكر اسمه صلاح ايه، طويل ومهاراته حلوه جدا. انا شفت له كذا ماتش كده عيل راسي كده، زي كده زي بيفكرنا كده بإبراهيم يوسف الله يرحمه واشرف قاسم واخيرا بدر بنون بتاع اللي كان في الاهلي. وعندنا بقى محمود جهاد في نص الملعب. انا اعتقد يعني ان الثلاثه دول محمد شحاته ودونجا ومحمود جهاد دول انسب 3 يلعبوا جنب بعض، وقدامهم عبد الله السعيد بلاي ميكر او ناصر ماهر. لو كان عادل بولبينا جه كانت باينه حكايه. ما عرفناش نجيب مهاجمين طبعا، لان طبعا حصل برضو من ضمن الحاجات برضو اللي الزمالك اتحارب بيها، المهاجم اللي كان هيجيبوه بتاع نادي الوحده الوكره القطري. والاعلام والسوشيال عمل اشاعات كتيره ان رئيس نادي الوحده الوكره القطري بيقول انا هدي اللعيب ده ببلاش لاهلي ومش ببلاش للزمالك وخلوا نادي الزمالك وقع في الفخ، وابتدوا يخبطوا في نادي الوكره وفي رئيسه. فلو هو كان ناوي لو هو كان ناوي يديهولكوا وبيقول لكم ما قلتش الكلام ده مش هيديهولكوا. ايه رايكم بقى؟ خيابه، مجلس خايب،
مجلس منبطح وخايب. الزمالك بيتحارب من ناس كتير قوي قوي. سيبك من الحكام دول على جنب، دول ما هو ادوا نص بطولات الاهلي المحليه هم مدينها له. لكن لكن في حرب تانية دلوقتي. لجنه المسابقات كانت بتحاربك غير الحكام. الوكلاء الاهلاويه بيحاربوك، الوكلاء والسماسرة الاهلاويه بيحاربوك، غير السوشيال ميديا، غير بقى الضرب اللي جواك من جواك، المجلس في بعضه ومرتضى منصور من بره. ده كتر خير الدنيا ان الزمالك ده موجود لحد دلوقتي. خد دوري سنتين، مش الدوله جالها خراج دمل لسه ما التئمش، جرح كبير في الدوله ان الزمالك ياخد دوري سنتين. وجات لكم فرصه ان انتوا تلموا الشمل كمجلس اداره وتعملوا فرقه كويسه، واديكوا قاعدين منتخبين 4 سنين، تقوموا انتوا داخلين مضاربين في بعض وغازين بعض، كل واحد بيغز التاني. احمد سليمان غار مشي، احمد سليمان قال كان ماليش دعوه بالكوره، مع المفروض يدعم ويقف، لانه نط من المركب خلاص. ما هي انا يا لا. وحسين لبيب لقى نفسه بيغرق خلاص، اخر نفس خلاص. جاله ميدو راح مديله طوق نجاه هو واللجنه اللي معاه، اتعلق فيه. طب ادينا اهو من بكره المفروض او من بعد ماتش يوم الثلاث المفروض نجدد لزيزو. ورينا هتعمل ايه يا حبيبي، ورينا هتعمل ايه يا راجل. زي ما ممدوح عباس لما يديكوا 1,400,000 دولار عشان تجيبوا بن شرقي، وتقولوا له خلاص احنا هنتصرف ونجيبه، تاخدوهم تجيبوا بيهم مش لك. وبن شرقي كان نفسه يجي نادي الزمالك، تقولوا له هندي لك 400,000 دولار والباقي بعد كده هنقسطهم لك. طب ما انت معاك 1,400,000، كان هيندم معاك ب 800، كان هيندم معاك ب 900، كان هيندم معاك ب 1000. اتشفطوا. فالراجل يعني خلاص بقى، ما الراجل قال لكم اهو، قال لكم دي احنا هندفع فلوس ازاي؟ احنا هندفع فلوس زي الواحد لعيب ما في يعني ما يستاهلش الكلام ده كله. 100 مليون ليه؟ وخلصت الضرايب ليه؟ انت هتنهب 10 مليون لابوك ليه؟ عشان ايه يعني؟ عشان ايه يعني؟ ميسي ده ميسي ما عملوش في كده. ميسي لو عمل كده يقول له اطلع بره النادي. انما هو فجر وفساد. انا مع اللي قاله كابتن الاستاذ ايمن ممدوح عباس، اللي عايز يمشي من الزمالك يمشي، ومفيش حاجه اسمها ب 100 مليون احنا نقول ندي لك كام. اذا كنت انت مختلف عن بعض اللعيبه بمهاراتك وامكانياتك على عيني ودماغي، بس مش الفرق ده، مش الفرق ده. عايز اهلا وسهلا، مش عايز الباب يفوت 100 جمل. عايز تروح الاهلي روح الاهلي، مفيش مشكله خالص خالص. وبعدين انتوا عمالين شغالين كل شويه، عايزين تيجوا فلان عشان الاهلي، رمضان صبحي عشان الاهلي، اكرم توفيق عشان الاهلي، اصل مش عارف في لعيب مهاجم مش عارف كان اسمه ايه كده الاهلي كان عايز يجيبه، وبعدين لما ايد علي معلول خلاص هنروح نجيبه عشان الاهلي. يبقى دي ضربه للاهلي. انتوا مالكم بالاهلي؟ انتوا مالكم بالاهلي يا مجلس خيبان؟ ما تخليك في حالك وفي نفسك. هو انت نادي صغير؟ هو انت نادي صغير؟ خليك في حالك ورتب اوراقك، عشان عندك بعد اسبوعين 3 ماتش مهم جدا مع الاهلي لازم تعديه عشان تفضل في المنافسه. ولو كسبت يبقى لولوليه يا حبيبي، يبقى الف نهار مبروك. اشتغلوا من دلوقتي على جروس. انا بقول لك اهو، اشتغلوا من دلوقتي على جروس. جروس مش هيعمل لك حاجه. جروس هيشيلك من الاهلي، ده ما شايلكش الماتش الجاي، ده ما شايلكش الماتش الجاي او اتعادل. ومش هيلاعب اللعيبه اللي انت جبتها دي كلها، لان هو مش مقتنع. هي كلها جايه من وراه. معلومه جديده اهي، اللعيبه دي كلها جايه بدون اذنه، بدون اذنه. لا بيشتغل في تمرين ولا بيعمل جمل تكتيكيه. المساعدين بتوعه يشتغلوا مع اللعيبه لياقه، ويا ريت اللياقه نافعه، لياقه واقعه في الارض خلاص.
والدنيا بايظه معاه. فانت عايز تمشيه في هات طارق مصطفى دلوقتي بجمله بقى، يا اما تجيب ميكالي دلوقتي حالا حالا. انما هتفضل مقعد الاخ ده عليه العوض ومنه العوض. شكرا.